طيب احنا طبعا بنشوف الحالات وبنشوف اشارات في الموت وبنشوف، بس انا بتكلم على احنا قدراتنا ما نقدرش نشوف الملائكه. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، لو اسد جه هتفضلي واقفه ولا هنجري؟ احنا قدراتنا ربنا مش مخلينا نشوف الملائكه في الدنيا، لان هم ضخمين يعني ممكن يبقى رعب. فشوفي بقى لحظه الموت لما يخش عليكي الملائكه، ده رعب، كل ده رعب. نزول القبر ملائكه ولا ملك الموت بس؟ لا، عزرائيل حاجه والملائكه اللي هيحاسبوكي حاجه، وتحت لما اول ما الناس تمشي ودماغك تترفع والحساب يبدا. عشان كده اللهم ثبتنا عند السؤال ده، مش اي حد بقى هيرد، في ناس هتهته. طب معلش، تسأل في القبر طبعا. طب هقول لك حاجه، اللي عايش على الاغاني، معلش انت طول ما انت ماشيه مشغله القران، زي اللي مشغل اغاني على طول، اما يجي بقى يتحاسب ما بيصليش خالص، ما يعرفش ربنا. يعني عارفه حضرتك في يعني زي حديث كده، جليسهم لا يشقى، بتدخلي مره المسجد وتحضري درس القران، عارفه يوم القيامه لو دخلتي النار وانا شفتك وعارفاكي، انا هشدك وهصمم ان انا اخدك. عشان كده بيقولوا للشباب اللي ما بيدخلوش الجامعه خالص، خش لعل مره حد يشوفك فيشدك معاه. عارفه بقى اللي في النار هيقعدوا يعملوا ازاي؟ انا جسمي اشعر على فكره. في النار هيقعد يقول انا عارفه انا عارفه. فانت لما تجلسي مع الصالحين او تصاحبي صالحين او تعملي طاعات، ده انت كده ضمنتي ان انت لو دخلتي النار لا يشقى جليسهم، هيشدك. عشان كده بنقول للناس ما تبعدوش عن الطريق، خليكم في الطريق. العلامات دي بقى ايه؟ علامات ايه بقى؟ دلوقتي انا بعرف طبعا في ناس هي اللي بتحكي اصلا، وفي ناس بتحكي بعد ما توفت، بتحكي وهي واقفه. القرايب يعني. انا بعرف انا بقيت ادخل والله العظيم بجد، الناس شاهده اصلا. انا ما فيش مره نزلت غسل الا معايا يا معلمات يا مساعدات، وحضرتك بتشوفي بنفس كل منطقه معلمات مختلفه، عندنا فريق في كل حته. يا اهل الحاله بيبقوا شاهدين، واهل الحاله بيكلموني. انا لسه واحده مكلماني وبتقولي انا مستعده اطلع معاكي، قالت لي ماما كانت عملت حاجه انا عايزه احكيها، دي مهمه جدا. قالت لي مستعده اطلع معاكي واقول ماما كانت اختي حملت، وانت عارفه البلد الارياف، فرموا الولد هي وبابا عند جامع، والولد ده يعني مش عارفين بقى حصل له ايه ومش عارفه ايه، فوهي بتموت حصلت حاجات بشعه. هي بنتها اللي بتحكي، وانا ممكن اجيبها لك على السبيكر دلوقتي وممكن تحضر معاكي حلقه. قالت طلعت من بقها براز، وقالت وشها زرق جدا، وشها عارفه يعني ايه زرقان دي؟ اولا العلامات اللي بتظهر على المغسلين، انا معايا واحده اغمى عليها مره من حالات سوء خاتمه. الاغماء ده لا سوء الخاتمه، وفي ناس بتتاثر. هو ثانيه واحده، هي لو هي سوء خاتمه انا يغمى عليا ليه كمغسله؟ بالظبط. ركزي بقى معايا، في علامات بتبان على، نمسك بقى واحده واحده بوينت بوينت. في علامات بتبان على المتوفيه، في علامات بتبان علينا احنا، ممكن تلاقيكي مكتئبه وتعبان. طب انا اقول لك حاجه، انا ما بتعبش، ممكن اغسل 9 حالات وما بتعبش. في حاله انا تعبت، بس انا طبعا ما ينفعش ابان ورايا فريق، لان لو انهارت كانت متقطعه، بشعه، حاله بشعه. جريمه يعني؟ لا حادثه اتعجنت العربيه وكده. انا تعبت، انا ما بتعبش بقى، ممكن اغسل لك 9 حالات فلقيت نفسي تعبت، فوقفت طبعا من غير ما اتكلم بصوت، وقلت لنفسي لا اثبتي، تعبت فعلا مش عارفه اكمل، اثبتي لانك لو انهارتي الفريق كله هينهار. وقفت وانا تعبانه. وفي حاله تانية عمري ما هنساها، في حالات عمري ما هنساها. الحاله دي كانوا حادثه، وقعوا من الميكروباص، واحده حامل والتانية يعني الميكروباص اتقلب واتشقلب وبتاع، وحادثه بشعه. واحده كانت حامل والتانية كانت بشعه، عارفه سوء خاتمه بمعنى الكلمه، كل حاجه في الوصل صعبه جدا. انا اللي ما بتعبش، انا بقول لك في حالتين عمري ما هنساها. قعدت فوق الترابيزه، لقيت جسمي بينشر عليا، اقسم بالله نشر،